السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة. كنتمنى انكم تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله فيديو جديد وصفات جديده ان شاء الله. هنا غادي نشارك معكم واحد الحوته هكا معمره بواحد الحشوه اللي كتجي لذيذه بزاف ويعني كتجي رائعه جدا. وغنشارك معكم واحد الحلوه ديال الدوازاتاي بواحد المرشم اللي كتعطيها منظر اللي هو زوين، وكتجي صراحه هاد الحلوه هشيشه كتذوب ذوبان صراحه في الفم. هكا ممكن تحضروها هكا الكوتي صراحه مع كويس ديال اتاي كتجي زوينه. وغنشارك معكم الحريره المغربيه، الحريره الحامضه على حقها وطريقه صراحه كتجي زوينه. غادي نشاركها معكم بالطريقه ديالي كتجي زوينه بزاف. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها خصوصا هكا المبتدئات. خليكم على فيديو فرجه ممتعه. بالنسبه للصينيه ديال الحوت غنحتاج هنا الخضره. هنا خديت الجزر قطعته دوائر وسلقته نص سلقه، وعندي الفلافل عندي الخضراء والحمراء يعني فلافل الوان. الا كان عندكم الصفر تا هو ديرو قطعته دوائر. وعندي هنا بطاطا مقطعه دوائر حتى هي سلقتها نص سلقه. وعندي الطماطم اي مطيشه حتى هي قطعتها دوائر. وعندي حوته اللي مغسوله مزيان يعني نقيتها وقديت لها يعني البلاصه اللي غادي ندير فيها ديك الحشوه يعني قطعت لها هكا من الوسط. وعندي بالنسبه للتوابل عندي هنا 3 فصوص ديال الثوم محكوكين، عندي الكمون، عندي البابريكا، عندي الملح، عندي الخرقوم، وعندي الفلفل الاسود، عندي القزبور مع المعدنوس، وعندي هنا الزيتون، وعندي الحامض، وعندي الحار، وعندي جوج حبات ديال الطماطم محكوكه، وعندي زيت الزيتون ممكن تعوضوه بزيت المائده، وعندي هنا صوص صوجا. وبالنسبه للحشوه غادي نحتاج هنا الكالامار اللي سلقتها نص سلقه حتى هي قطعتها دوائر. وعندي هنا البوزروك هو هذا. المهم بالنسبه للاخر راني مقطعه مقرضاه صغير وتا هو سلقته. وعندي هنا الاخطبوط حتى هو طيبته قطعته دوائر. وعندي هنا شعريه الارز ممكن ديروا الشعريه الصينيه او الرز كلاصي او اللي عندكم. وعندي هنا الزيتون مقطع دوائر، مقطع داك الدوائر قرطته. وعندي هنا القيمرون كروفيت. المهم بالنسبه للحوته هي هذه. الحوته عندي الحجم ديالها متوسط يعني ما صغيراش ما كبيراش يعني بالنسبه للحجم كديروا على حسب عدد افراد الاسره ديالكم. المهم خديت هذه الحوته ضروري اننا كنفلحوها بهذه الطريقه كما كتشوفوا معايا هكا من جوج جهات. ومن بعد غادي ندوز انني نوجد التشرموله ديال هذا الحوت. هنا غادي ناخذ واحد الاناء المهم اللي كان عندكم، وغادي ناخذ ديك حامضه. غادي نحاول انني نعصر داك الحامض هكا. المهم انا استعملت في هذا الحوت استعملت حامضه وحده. من بعد ما غادي نعصرو هكا مزيان. بالنسبه صراحه هاد الحوته كتجي زوينه بزاف كتجي بنينه، وممكن تستعملوا اي نوع ديال الحوته عندكم وتعمروها. صافي هنا من بعد ما عصرت داك الحامض دابا غادي نضيف التوابل. المهم حيدت هذوك ديال الحامض. المهم هنا غادي ندير التوابل يعني الكمون والبابريكا والزعفران والملحه والفلفل الاسود المهم الثومه وهذا. ثم القزبور مع المعدنوس مقرط. ثم غادي نضيف شويه ديال الصوص الصوجا كما كتشوفوا معايا. الا ما كانش متوفر عندكم ممكن تستغناو عليه. صافي وغادي نخلط هاد المكونات جيدا. هنا غادي نضيف شويه ديال زيت الزيتون ممكن ديروا زيت المائده على حسب الرغبه ديالكم. من بعد غادي نضيف شويه الماء. ضفت غير واحد كميه قليله ديال الماء ماشي بزاف غير شويه. صافي دابا غادي ناخذ الحوته انني نشرملها يعني غادي نحاول انني ندخل هاد العطريه هكا يعني هاد التشرموله هكا من دوك البلايص اللي سبق لي فلحتهم. وكنحاول انني نشرملها حتى هكا من الداخل يعني باش انها يعني تشرب هكا التشرموله. من بعد ما غادي نشرملها مزيان بهذا الشكل كما كتشوفوا. غادي يعني بالنسبه لهاد التشرموله راه غادي نديرها في ديك الحشوه اللي غادي ندير، وغادي نديرها حتى الخضره يعني كنحيد واحد شويه باش انني ندير فيها الخضره. ودابا هذه غادي ندير فيها هذه ديال الحشوه هذه. المهم انا راه ما صوبتش الحشوه كثيره لان عندي حوته ماشي شي حوته اللي هي كبيره بزاف يعني تعمدت انني ندير غير شويه شويه من الحاجه. وصراحه هاد الحشوه جات بنينه 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 بزاف لان المزج ما بين الكروفيت والكالامار والاخطبوط والبوزروك وداكشي عرفتي راه واعر صراحه والله الا جات زوينه. المهم هنا خديت ديك الطماطم اللي سبق لي يعني يعني حكيتها درتها في واحد المول. خديت المهم هذا المول كبير شويه يعني حيت داك المول اللي خديت من قبل بان ليا صغير.
صافي خديت هاد الجزر اللي سبق ليا حتى هو سلقته نص سلقه، درتو في ديك التشرموله وبديت كنديرو هكا من فوق هاد لاصوص ديال يعني ديال الطماطم. ومن بعد غادي ناخذ الحوته ديالي غادي نحطها من فوق هاد الجزر هكا صافي. ودابا غادي ناخذ ديك التشرموله باش انني ندخلها لداخل هكا مزيان، يعني كنحاول تجيه الراس راني خويته. المهم خويته حاولت انني صراحه هاد الحوته قديتها انا راسي صراحه، يعني انا اللي لقيتها بوحدي حيت كانت ديجا عندي في المجمد. ومهم داكشي علاش يعني ماشي شريتها داك النهار ولا، يعني ديجا كانت عندي في المجمد. المهم بالنسبه لي يعني ضروري كنحاول انني ندخل ديك الحشوه مزيان 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 في الداخل. انا صراحه عمرتها بزاف يعني، الا ما عمرتوهاش بزاف هكا ممكن ديروا دوك الكيغدون باش تسدوا ديك البلاصه. المهم هذه هي الخضره راني درتها في داك المول اللي فيه شويه ديال ديك ديك التشرموله. صافي هنا كناخذ كندير بطاطا وطماطم والفلافل هكا. مهم بالنسبه للديكور لكم الاختيار، ممكن تزينوا بالطريقه اللي بغيتو يعني على حسب الخضره اللي متوفره عندكم. انا فضلت انني نديرها هكا غير من الجوانب ونخلي يعني الحوته تكون باينه. صافي هنا من بعد ما غادي نقاد هاد الخضره كلها. ضروري انكم تسلقوا ديك كيما قلت لكم البطاطا والجزر تسلقوه شويه، لان الا ما سلقتوش غيجيكم قاصح. انا صراحه جا هو هذاك يعني جا طايب. يعني الخضره كلها جات طايبه جات زوينه. تمر بنفس الطريقه يعني حتى نسالي يعني هاد التزيين ديال هاد الحوته. المهم بالنسبه للخضره راك كديروا الخضره اللي متوفره عندكم وتزين على حسب الرغبه ديالكم. صافي هنا من بعد ما غادي نسالي يعني هاد الدوره ديال هاد الخضره هكا ديال هاد الخضيره. المهم فدأتنا كنكون ديجا شاعله بعدا على الفران باش انه يتصون. يعني مجرد نسالي يعني من هاد يعني من التزيين ديال هاد الحوته كندخلها مباشره. المهم بالنسبه لديك العطريه اللي باقا ليا في داك المول خويتها من فوق ديك الخضيره يعني باش انها تنسم. هنا غادي ندير فلافل من فوق الحوته بهذا الشكل كما غتشوفوا معايا. المهم انا درت غير عندي غير جوج تلوينات، الا كان عندكم الاصفر حتى هو من الاحسن يعني كيعطي منظر وجماليه صراحه. صافي من بعد ما غادي نستف يعني هاد الفلافل غادي ندير الزيتون هكا. يعني غادي نديرو عشوائيا يعني غادي ندير الزيتون هكا من فوق. صافي من بعد غادي ندير الفلفله الحاره. بالنسبه للحوت يعني ضروري من الحار وضروري من الحامض يعني مع الحوت. صافي من بعد يعني كندير الحامض، يعني كناخذ حامضه وغادي نقطعها هكا دوائر، وغادي ندير واحد جوج دوائر يعني على حسب الرغبه ديالكم. صافي ومن بعد كندير واحد الخويط هكا ديال الزيت، ممكن ديروا زيت المائده او زيت الزيتون هكا من الفوق. وصافي كندخل الصينيه ديالي هكا للفرن. ما كتاخذش صراحه الوقت بزاف طيب. بالنسبه للحوت كما كتعرفوه راه دغيا كيطيب. هنا من بعد ما طاب لينا الحوت هذا هو الشكل ديالو. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. صراحه كتجي بنينه هاد الحوته ولذيذه، وخصوصا ديك الحشوه كنتمنى انها تعجبكم. اللهم ديما علينا نعمه وحفظه من الزوال. المهم شاركت معكم الغدا. دابا ان شاء الله غادي ندوزو لواحد الحلوه ديال الدوازاتاي اللي كتجي رائعه جدا وكتجي هشيشه. كنتمنى انها تعجبكم. بالنسبه للمكونات غنحتاج هنا 200 غرام ديال الزبده اللي كتكون بدرجه حراره المطبخ. انا هنا استعملت اللذه. وعندي هنا كاس ديال عامر ديال الزيت المائده، وعندي كاس ما عامر ديال السكر الثقيل يعني ماشي سنيده وانما سكر كلاص يعني سكر ثقيل. عندي هنا نصف كاس ديال اللوز مهرمش اللي مصهده. وبالنسبه عندي هنا نص كاس ديال الكاوكاو يعني طحنته ولكن مهرمش، يعني واخا مطحون ماشي مطحون بزاف ولكن مهرمش. وعندي هنا تقريبا واحد ملعقه كبيره ديال الزنجلان يعني دوزته في الطحانه. وعندي 2 ملاعق كبار ديال الكوك، وعندي بيضه واحده، وعندي 2 فرماجات مثلثين، وعندي رشه ديال الملح، وعندي ملعقه صغيره ديال القرفه، وعندي الساشي ديال الخمارات الحلوه اللي كتوزن 8 غرام، وعندي الدقيق. بالنسبه للطحين ان شاء الله غنقول لكم شحال خدات يعني هاد الحلوه. المهم هنا كناخذوا قصريه او مول او شي اللي عندكم. المهم غادي تاخذوا ديك الزبده وكديروا مع داك السكر الثقيل، وكديروا رشيشه ديال الملحه، وكديروا 2 ديال دوك الفرماجات اللي كيكونوا هكا مثلثين. الا ما كان عندكم مربع كديروا مربع على حسب الرغبه ديالكم. بالنسبه للزبده ضروري انها تكون بدرجه حراره المطبخ يعني باش تجيكم سهله هكا في الخدمه باش ما تعذبكمش. هنا غادي نحاول انني نمزج ما بين ديك الزبده والسكر الثقيل والفرماج يعني حتى نحصل على شكل كي بحال البوماد هكا. المهم انا هنا
استعملت الزبده اللذه. داكشي علاش غادي ندير معاه كاس عامر ديال زيت المائده. الا استعملتوا ديك الزبده اللي كتكون هكا في البواطه، ديروا غير نصف كاس ديال زيت المائده، باش ان يعني لان حيت ديك الزبده كتكون هكا ميدمه، يعني كتكون سميتو. داكشي علاش كنديروا مع غير نصف كاس ديال الزيت. ولكن بالنسبه لديك الزبده اللي كتكون هكا في القاعيط، يعني كنديروا معاه كاس ديال الزيت. هنا غادي ندير كاس ديال الزيت، وغادي نحاول انني نمزج ما بين هاد الزيت مع ديك الزبده. غنحاول انني ندخل ديك الزيت مع الزبده. صافي هنا من بعد ما غادي نخلط مزيان يعني هاد المكونات جيدا. صافي غادي نحاول انني نضيف باقي المكونات. غادي نضيف بيضه كامله، ثم غادي نسمها بالقرفه. ممكن ديروا الفاني او ساشي ديال زهره البرتقال على حسب الرغبه ديالكم. انا صراحه فضلت القرفه، كتجي صراحه واحد النسمه اللي هي زوينه بزاف. ثم غادي نضيف اللوز اللي كيكون مهرمش والكاوكاو. يعني بالنسبه لأنا اللوز راه سبق لي صهطو وطحنتو بالقشره ديالو، وبالنسبه للكاوكاو انا كان عندي داك الكاوكاو الصغيور بالقشره ديالو حتى هو صهطو، وشي حيدت ليه القشره شي خليته بالقشره ديالو. ثم ملعقه كبيره ديال الزنجلان حتى هو حمرته شويه، يعني حمرته وطحنته شي شويه، وجوج ملاعق ديال الكوك. صافي وغادي نمزج هذوك المكونات جيدا مع الخليط. ثم غادي نضيف الساشي تاع الخماره الحلوه اللي كتوزن 8 غرام. ثم غادي نضيف الدقيق. بالنسبه للدقيق ضروري يكون خاص يعني بالحلويات، يعني يكون نوعيه جيده. سبق لي راني مغربلاه، يعني كنت مغربله وحاطه حدايا هكا، وكنبقى نضيف غير تدريجيا. بالنسبه للقوام ديال هاد العجينه ديال هاد الحلوه، ما خصهاش تكون قاصحه وما خصهاش تكون عاوتاني مرخوفه بزاف. المهم بالنسبه للكميه اللي استعملت ديال الطحين، استعملت 550 غرام. يعني بالنسبه للكميه ديال الطحين راه كتختلف على حسب النوعيه ديال الطحين، وعلى حسب الحجم ديال البيض، وعلى حسب النوعيه ديال الزبده اللي استعملته. ممكن انها تاخذ لكم من 500 غرام حتى 600 غرام ديال الطحين. المهم بالنسبه للقوام ديال العجينه كما قلت لكم، ما خصهاش تكون قاصحه، خصها تكون بين وبين. يعني غادي تشوفوا معايا ان شاء الله القوام ديال هاد العجينه كي غادي تكون. يعني ممكن تشكلوها بالطريقه اللي بغيتو. هنا كنضيف انا الطحين غير تدريجيا. واحد النقطه نسيت ما شرتش ليها، بالنسبه للسكر انا ما كثرتش منه بزاف، يعني درت تقريبا كاس ما عامرش. ممكن انكم ديروا كاس عامر ديال السكر. انا غير تعمدت انني نقص الحلاوه شويه، لان ما بغيتش الحلوه تجيني حلوه بزاف. المهم هو هذا هو القوام ديال ديال العجينه، يعني ما كتكونش قاصحه وما كتكونش خفيفه، يعني ما كتلصقش ليدي. ممكن تشكلوها بالطريقه اللي بغيتو. المهم صافي هنا خديت واحد اللاطه. بالنسبه لهاد اللاطه ماشي ضروري انكم تفرشوا ليها بابي كويسون. انا صراحه هاد الورق غير كان ديجا محطوط في ديك اللاطه، لانني كنطيب فيه نهار كنصاوب شي حاجه. المهم صافي وخليته. بالنسبه لهاد الحلوه يعني درتهم متوسطين، يعني ما درتهمش صغار وما درتهمش كبار. المهم جاو هما هادوك، وحاولت انني نديرهم قياس واحد. بالنسبه لي يعني لهاد الكميه اللي درت، يعني ما شاء الله راه كتخرج كميه اللي هي زوينه. تقريبا خرجت لي شي 3 ديال الطاوات عامرين. المهم راه غادي تشوفوا معايا ان شاء الله، غادي نوريهم لكم. صافي هنا وكنستمر بنفس الطريقه، يعني حتى كنكمل يعني حتى كنعمر لاطه، وكنحاول انني نبعدهم شي شويه، لان بالنسبه للعجينه فيها الخميره يعني غادي تزاد الحجم ديالهم، غادي ينتفخوا يعني قبل كاع ما ينتفخوا، لان مازال حنا غنديروا داك واحد المرشم اللي غادي نوركوا على هاد الحلوه. يعني يعني غادي تسرح شي شويه، ويزيد على انها فيها الخميره. يعني هاد العجينه يعني غادي تزاد الحجم ديالها، يعني ضروري انكم ما تلصقوهمش. صافي هنا يعني كنستف هكا هاد الحلوه هكا في اللاطو. من بعد غادي ناخذ داك المرشم غنوريه لكم هو هذا. صافي وكنحاول انني نديرو هكا من فوق كل حلوه بهذه الطريقه. هنا كندير صبعي، لانني داك المرشم كيبغي يتلاصق، يعني كنحاول انني نحيدو. المهم صافي هنا وكنستمر بنفس الطريقه. بالنسبه للمرشم ممكن تستعملوا اي مرشم متوفر عندكم. المهم انا درت هذا. مهم ديروا اللي عندكم وصافي. المهم بالنسبه للمذاق هو الاهم صراحه، المذاق كيجي زوين بزاف. صافي هنا بالنسبه للطريقه ديال الطهي ديال هذه الحلوه، كتكون العافيه هكا من التحت، يعني حتى كطيب اللي كنشعلوا لها من الفوق باش انها تحمر. صافي وكنخرجوها وكندخلوا عاوتاني لاطه اخرى، يعني حتى كنكملوا كاع ديك الكميه كلها اللي عندنا. المهم هنا غادي تشوفوا معايا الكميه اللي عندي. هنا راه طابت، بالنسبه لهاد الحلوه راه طابت. المهم هنا راه تحمرات، يعني الطاوه الاولى هي هذه. بالنسبه هذه راه طابت، الطاوه الاولى طايبه، هذه الثانيه والثالثه باقي ما طيبتهمش، يعني يلا غندخلهم الفران.
المهم هذه هي الكميه اللي حصلت عليها. المهم هنا من بعد ما طابت الحلوه كلها ضروري انكم كتخليوها حتى كتبرد. يعني انا صراحه خدمت بها داك النهار، يعني في ديك الساعات يعني درت لها السكر الثقيل، ولكن خليتها حتى بردات، يعني ما خدمتش بها وهي سخونه، لان ملي الا درتو لها السكر الثقيل وهي باقا سخونه غادي يذوب داك السكر الثقيل. خصو ضروري تكون الحلوه بارده. المهم فاش تصاوبوا هاد الحلوه كي بحال هكا في الصباح، يعني في العشيه ديروا ليها السكر الثقيل، او الا طيبتوها بالليل خليوها حتى الغد وديروا ليها هكا يعني وزينوها على حسب الرغبه ديالكم. انا غير على حسب التصوير داكشي علاش يعني زربت عليها، ولكن صراحه كانت بارده لان اصلا كان الجو بارد. صافي نو كنستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل هاد الكميه كلها ديال هاد الحلوه. صراحه كتجي بنينه لذيذه وهشيشه، غادي تعجبكم اكيد ان شاء الله فاش تجربوها. هنا صافي من بعد ما ساليت هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، صراحه كتستحق التجربه والله الا كتجي بنينه كتجي زوينه بزاف، يعني غتعجب الصغير والكبير. هنا غادي كنوريكم عن قرب كي الشكل ديالها كيجي شي شيشه كذوب ذوبان هكا في الفم. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها لانها فعلا كتستحق التجربه. دابا غادي ندوز انني نشارك معكم الحريره الحامضه اللي درت هكا للعشاء. بالنسبه للمكونات ديالها عندي هنا المعدنوس في هذا الهاشوار، وعندي واحد 2 حبات ديال المطيشه اي الطماطم. غادي نطحنهم هكا في الهاشوار، او ممكن تطحنوهم في اي طحانه عندكم، او انكم بالنسبه لذاك المعدنوس انكم تقرضوا وتحكوا ديك المطيشه بالنسبه اللي ما متوفرش عندها الهاشوار. صافي هنا من بعد ما طحنتهم بهذا الشكل غادي ناخذ هكا طنجره ديال الضغط اي الكوكوت. عندي هنا الحمص اللي مفسخه، وعندي الطماطم المركزه والعدس، وعندي هذوك المكعبات ديال الطماطم، وعندي واحد الكميه ديال اللحم والكرافس. وهنا غادي نزيد عليهم هاد الطماطم اللي سبق لي يعني طحنتها مع المعدنوس. بالنسبه لديك الطماطم كانت عندي ديجا هكا في المجمد، داكشي علاش درتها، وقلت غادي نضيف على يعني طماطم وحده اخرى. وهنا درت تقريبا واحد البصله صغيره حكيتها في الحكاكه الغليظه، ثم الفلفل الاسود اي الابزار، ثم هنا الزعفران، ثم غادي ندير واحد الكميه هكا ديال الملحه، ثم غادي نضيف زيت المائده. وبالنسبه للسيدات اللي كان عندكم هكا السمن ممكن تضيفوه. وصافي هنا غادي ندير يعني الماء عادي ديال الصنبور، يعني يعني غندير كميه غنعمر صراحه الكوكوت، وغادي نسد عليه، يعني غادي نسد على الطنجره ديالي من بعد ما غادي طيب، وغادي نحل عليها. هنا خديت هاد القريعه اللي فيها الماء مع الدقيق الابيض، يعني الدقيق الفورس، غادي نخلطو مزيان باش ان داك ما يبقاوش دوك التكتلات هكا ديال الطحين. هنا من بعد ما طابت لي الحريره، يعني داك الحمص والعدس واللحم وداكشي كامل طايب، صافي هنا غادي نبقى انني نخوي داك الخليط ديال الطحين مع الماء بهذا الشكل كما غادي تشوفوا معي. بالنسبه لأنا الحريره ما كتعجبنيش انها تكون جاريه بزاف، وما تكونش عاوتاني ثقيله بزاف، يعني كتكون بين وبين. كنضيف واحد الكميه هكا ديال الشعريه يعني كنحرك مزيان. صافي من بعد كنخلي يعني الحريره ديالي تطلع مع الغليه هكا، صافي كتكون واجده الحريره ديالي وكتقدموها سخونه. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، خصوصا هكا المبتدئات ان شاء الله غادي تحتاجوها في رمضان، بما انه رمضان قرب الله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه. كنتمنى ان هذا الفيديو انه ينال الاعجاب ديالكم وتستافدوا منه ولو غير القليل ان شاء الله. شكرا لكم بزاف على المشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، الى فيديو قادم ان شاء الله.